يا صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده عيالي صحوا من الساعة 3 بالليل، كانوا عايزين ياكلوا كشري مشكل. قمت بقى عملناه دلوقتي انا وجوزي. عملنا عمرو جاب لي الحاجة، كانت عندي كل حاجة موجودة. كنت انا الطماطم دي، الصلصة دي انا عاملاها في البيت، والمكرونة دي لقيتها عندي مشكلة، ودي مكرونة سباكيتا والشعرية. هسلق المكرونة. انا كنت قايمة اصلا ومش فايقة خالص ان انا اعمل لهم حاجة، ما كنتش مرتبة. هما اللي طلبوا الكشري، ما صدقت ان كان عندي كشري. عمرو بيقشر لي التوم اهو، صراحة بيساعدني في كل حاجة. هما صحوني انا الاول، بس انا قلت هقوم اعمل لوحدي. صحيت والله وعمل معايا كل حاجة. اللي انا ما بحبش اقشره هو التوم، وهو قشرهولي على طول، ما خدناش وقت. هما كانوا قاعدين برا، قعدوا شوية يتفرجوا على التلفزيون لغاية ما عملنا لهم الكشري. هو صراحة ما خدش وقت معايا. انا سلقت كده المكرونة وم- بس بسلق دي الاول، بسم الله الرحمن الرحيم. دي بسلقها الاول واشطفها كده واركنها على جنب، وبعدين اعمل الاسباجيتا. بس بقى كده صفيتها اهي، بشطفها كده شطفتين واركنها واعمل التانية. خلاص صفيتها، احطها في الحلة. خليت بقى الاكل ده هخليه تاني يوم اللي يفيد، بخليه تاني يوم. انا كترت بقى، قلت يبقى انا كده اترحمت من اكل بكرة. انا قطعت البصل ده حلقات، وحطيت عليه شوية دقيق او نشا الموجود عندك، وقلبته عشان بس ما يشربش زيت وعشان يتحمر على طول. انا كده خلاص قلبته، بقلبه كويس. بس جربت واحدة وبعدين بقى دخلته قلت احمره على طول، عشان الزيت ده اللي هعمل بيه كل حاجة. بصراحة كشري حبات ده ما بياخدش وقت خالص. دي المكرونة سباكيتا اللي لقيتها صراحة، انا معرفش غريبة ازاي. لا، المكرونة دي انا معرفش صراحة، لقيتها تحس انها مفتوحة من جوه. معرفش عاملة كده ليه، نوعها غريب. انا كده بحمر التوم بقى واعمل الصلصة الاول، ونزلت بقى بشوية خل، وحطيت بقى الملح والكمون. الكشري اساسه الكمون والملح ومرقة، وقلبت كله. وهنزل بقى عليها بالصلصة واسيبها هي متسبكة اصلا. خلصت كده المكرونة كلها، قلت لعمرو يحمر لي البصل لغاية ما انا اعمل حاجة تانية. وهنا بحط العدس على الرز. ده معايا يعتبر ده كيلو الا ربع رز على نص كيلو عدس. انا بحب العدس كتير في الرز، وغسلته كويس. كم مرة غيرت له المية. انا غيرت النهارده الكشري، عملته عدس اصفر، الكشري العادي. المرة اللي فاتت انا كنت عامله لكم عدس بجبة برز. الزيت ده بقى انا باخده بتاع البصل ده، بعمل بيه الاكل كله. البصل مقرمش ازاي، خدت منه شوية ونزلت عليه بالرز بقى. بفضيه بقى الرز معايا، وانزل عليه بالتوابل. فقت بقى بالليل، قلت بقى قوم بقى يعني عملنا كوبايتين شاي واحنا واقفين، وقلنا نعمل الكشري ونصلي الفجر وننام. ما نمناش بقى على طول، قعدنا لغاية الساعة 7 الصبح. حطيت بقى الملح والكمون والفلفل وقلبهم كويس. العدس الأصفر ده بيبقى حلو في الكشري. الكشري حبات، كل أكلة بتبقى ليها طعم تاني. زي العدس بجبة ده مع الرز برضو بيبقى ليه طعم تاني، بس أنا عجبني ده أكتر. هنزل بقى أغطي الرز بالمية واغطيه يستوى براحته. لقيت الحلة دي صغيرة على الرز، هقسم الرز دلوقتي على حلتين. كان الحلة اللي كلها تحت عند اختي، كنت سايباها تحت. خدت شوية زيت من بتاع البصل ده، وقلبت بيه المكرونة كلها وغطيتها بقى. هعمل بقى معاكم الدقة، الشطة الدقة. حطيت معلقتين شطة، وحطيت بقى معلقتين صلصة،
واقلبهم كويس. هي اهم حاجة التحبيشة اللي جنب الكشري. اكتر الناس بتحب الكشري والاكلات الشعبية دي بتبقى احسن حاجة. خدت اخر شوية زيت بقى واحمر فيهم الشعرية. انا عملت الكيلو كله عشان لو اي حد طلب الصبح يلاقي برضو. انا بقلبه لازم. الشعرية دي اصلا بتتحمر بسرعة، لازم اقلبها على طول ان انا ما اسيبهاش تتحرق مني. ولقيت شوية عدس بجبة بقى ما كانش بالصدفة لقيتهم، قلت اما اعملهم كمان. بقلبهم بقى على طول باستمرار. هو صراحة كان عمرو بيجهز لي كل حاجة. يعني انا اكتر ما انا واقفة بس على البوتاجاز اعمل الاكل، هو كان بصراحة بيشطب ورايا يعني اللي انا بعمله الاقيه ورايا على طول بيجهز ورايا. انا كده محمر الشعرية واتلسعت مني شوية بس ما علينا عادي برضو. يعني انا اتلسعت مني وانا ما سبتهاش اصلا. هنا بقى بتبل العدس بجبة، انا شربته خلاص ونزلت بشوية كمون وشوية ملح عليه، وهنزل بشوية خل وشوية شطة، شوية خل صغيرين كده، واقلبه وافضيه بقى في طبق تاني. وبعدين بقى اعمل الدقة. معايا فصين توم برضو، بنزل بمعلقة كمون ومعلقة شطة. الدقة دي صراحة حياتي بحبها قوي. وشوية ملح. وبقطع بقى التوم. التوم ده كان هو اللي مقشرهولي برضو كان واقف معايا في كل حاجة في المطبخ. بتك بس على التوم وقطع التوم. كنت خلاص بقى ايه فصلت وقلت بقيت انجز على طول عشان اخلص لهم الاكل. انا كده خلاص هفضيهم على الدقة اهم. وحطيت شوية خل كمان. بفضي بقى الشعرية واصفيها. يعني الشعرية دي انا اشطفها اديها شطفة بس بسيطة. بنزل بقى ايه النشا اللي بيبقى على الشعرية بنضفها على طول واصفيها. واجيب حلة تانية افضيها فيهم. انا كده اعتبر الدقة بدأت تغلي اهي. والرز قسمته على حلتين عشان يستوى بسرعة. وانا كده خلصت كمان الشعرية. يا رب يعجبكم فيديو النهاردة. ولو عجبكم اعملوه على قناة يوميات بيت العيلة، اشتراك ولايك عشان يوصلك كل جديد. انا بشطف الشعرية كويس. وعصرت بقى الليمونة على الدقة. انا كده خلصت الاكل. يا رب يعجبكم اكلة النهاردة. واشوفكم على خير بإذن الله. اكلة بسيطة وسريعة. مع السلامة.